يا أهلا بيكم. أهلا بحبايب مطبخ جيجي ورانيا، وحشتوني جدا. النهاردة جايبة لكم وصفة تجنن عشان نطرد بيها الناموس. مفيش ناموس بعد الآن، مفيش إزعاج تاني، وانتم نايمين هتناموا وهتروحوا في سابع نومة زي ما بيقولوا. وكمان مش هنستعمل أي مبيد كيميائي ضار تاني على صحتك وصحة أطفالك. بطريقة طبيعية هنطرد بيها الناموس. والمكونات من مطبخك هما مكونين 2 بس، ليمون وقرنفل. طيب هنجيب الليمون وهنقسمها نصين، وهنرص عيدان القرنفل في الليمونة زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، يعني هنرشقها جوه نص الليمونة. وبعدين هناخد الليمون ده وهنحطها جنبينا واحنا نايمين، وهنقفل الشبابيك علشان واحنا نايمين هنحس براحة ومفيش ناموس مزعج. يعني بعد كده هنطرد كل الناموس اللي هيزعجنا، ما كانش باللدغة بتاعته يبقى بصوته الزنان. وكمان الناموس دوت يعني بينقل الأمراض، بينقل حاجات كتير، فهنتخلص من ده كله. سيبوا بس الليمون بالقرنفل جنبيكم وهو يبقى كل حاجة تمام. طيب حد يقول لي ليه القرنفل؟ عشان رائحته قوية جدا بتطرد الناموس، وبنحطه في الليمون كمان الحمضي، ده كله بيساعد على طرد الناموس. لو الفيديو عجبكم ووصلتوا معانا لغاية دلوقتي، ما تنسوناش في الشير واللايك وتفعيل زر الجرس واختيار الكل عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة.